السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هانتر من قناة هانتر 53. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ورمضان مبارك عليكم. اليوم راح احكي لكم شوية عن DLC الجديد او التحديث الجديد اللي راح ينزل بلعبة GTA 5 اونلاين، بعد ما شركة روكستار نزلت الفيديو التريلر وشفته. بصراحة الفيديو حمسني كثير لهاي التحديث، والتحديث راح ينزل يوم الثلاثاء القادم اللي صادف 13/6 ان شاء الله، يعني بعد كم يوم راح ينزل ان شاء الله. فلذلك اعتذر ما قدرت انزل تريلر لكم بالقناة مالتي لان ما عندي حقوق النشر لهذا الفيديو. اذا نزلت احتمال راح تنغلق قناتي او راح يأذوني شركة يوتيوب. اذا نشرته فلذلك راح احط لكم رابط التريلر بالوصف او بالديسكربشن حتى تشوفوه. وطبعا التحديث يتضمن اسلحة جديدة وسيارات مدرعة جديدة ومزودة بالاسلحة يعني، ومهمتين هايست جديدة مثل ما حكت عنها شركة روكستار، وطبعا تجارة جديدة واللي هي تجارة الاسلحة. صراحة التحديث كله على بعضه خرافي. والتحديث اسمه نسيت اقول لكم اسمه واعتذر. التحديث اسمه جن رانينج. وطبعا هي شركة روكستار معودتنا على التحديثات الخرافية وبس، ما عدا التحديث تيني رايسرز ما عجبني ابد. ها سباقات السيارة الصغيرة ما عجب احد، يعني احتمال تقييمها راح يكون 4/10، بس هذا التحديث راح يكون خرافي. فلذلك لا تنسون تظلون الكليتش اللي سويته او القلتش اللي سويته الفيديو اللي قبله شوفوا وظلوا سووا الكليتش. انا لحد الان جمعت اكثر من 5 ملايين، وطبعا اكثر من 5 ملايين يعني تقريبا جمعت 7 ملايين، بس صرفت لان احتاجت سيارة جديدة واشتريت شغلات عليها. فلذلك لا تنسون ظلوا سووا الكليتش حتى يفيدكم هذا الكليتش وتجمعون اكثر فلوس، حتى من يجي التحديث الجديد تقدرون تشترون كل شيء. واني ان شاء الله راح اسوي مراجعة كاملة بعد ما ينزل DLC بكم يوم واشوفه وشيكه، وحتى احتمال يكون فلوسي تمام او مو تمام او قليلة لان هالايام شوية مشغول. فلذلك احاول اجمع اكثر فلوس حتى DLC الجديد اشتري كل شيء واقدم لكم شرح كامل عن DLC الجديد ان شاء الله. فلذلك حتى تشوفون DLC والشغلات الجديدة اشتركوا بقناتي وفعلوا جرس التنبيهات ودعموني بلايك. وانتو طبعا ما يحتاج اقول لكم انكم كلكم داعميني، واشكركم واشكر التعليقات الحلوة تطلع لي. وطبعا اعتذر عن التعليقات اللي ما دا اقدر اشوفها واللي يحتاج لها تأكيد. ما ادري ليش يعني يحتاج لها تأكيد، يعني هذا فشي غريب ما ادري. بس اكثر التعليقات شنو بث مباشر. بس اكثر التعليقات يحتاج لها تأكيد، يعني دا اشوف لها لازم اروح لغير مكان واأكد على التعليق. ما ادري ليش بعض التعليقات يحجبوها عني شركة. فلذلك دا اكد التعليقات حتى اعتذر التعليقات المدى اجاوب عليها، فاعتذر واحتمال بعد يومين او 3 احتمال ورا اسبوع اجاوب على التعليق. فلذلك اعتذر عن كل اللي دا يعلقوني وما اقدر اجاوبهم. طبعا تحية لكلكم المشتركين، وراح نوصل 500 مشترك. اشتركوا بقناتي. شكرا لدعمكم. طبعا بدعمكم راح نوسع القناة ونكبر القناة اكثر واكثر، وان شاء الله الفيديوهات الجديدة راح تجي احاول اكون بها اقوى وافضل. فلذلك اشتركوا بقناتي وشكرا لدعمكم وتعليقاتكم الراقية. صراحة انتو مشتركين مميزين صراحة. اشوف القناتات الاخرى اشوف التعليقات بس ما شفت مثل تعليقاتكم المميزة صراحة. وتحية لكلكم وشكرا. طبعا لان اكو حديث نبوي يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طبعا بعد الصلاة على النبي نقول هذا الحديث. فلا تنسون تصلون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا رمضان حتى الأجر يزيد إن شاء الله. بعد كل شيء ومن وصلت نهاية الفيديو راح أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.